المرة اللي فاتت لما عملت لكم فانوس رمضان كنت قفلت الفانوس بدباسة كمبروسر هواء. طبعا لقيت في التعليقات في ناس قالت مش كلنا عندنا كمبروسر هواء، عايزين طريقة تانية اسهل. قلت ممكن تقفل بالمسامير، ولكن النهاردة جبت لكم حاجة تانية بديل الكمبروسر الهواء بمنتهى البساطة. دي دباسة يدوي برضو لهواة النجارة. لازم يكون عندك حاجة زي كده هتستخدمها في حاجات كتير، سهل جدا تقدر تشتريها، تمنها مش غالي. وهنا قدامك نوعين من الدبابيس. لو اشتريت دباسة اليدوي اللي زي دي، في منها ماركات كتير وانواع كتير، اختار اللي يناسبك، ما فيهاش اي مشكلة خالص. انها بتعتمد على الضغط بالايد، وبيشتغل عليها نوعين من الدبابيس. التقيل اللي هو احنا بنشتغل بيه في اوض النوم بالنسبه للكمبروسر الكهرباء، بتنفع عليها عادي، اللي هي بتبقى 13-10 او 13 في 13، او انك تشتري علبه دبابيس بتبقى صغيره زي ديت مثلا، بتدي لك العمق بتاعها 8 مللي والعرض بيدي لك 10. علبه زي دي ممكن تشتريها مثلا ما تعديش ال 20 جنيه، دي من شركه توتال، مش وحشة. بس طبعا بالنسبة لطريحة شغل او كمية ما انصحكش انك تجيب دي، لا روح هات العلبة التانية الكبيرة، بتبقى فيها كمية كويسة وموفرة اكتر من دي طبعا بكتير. ولو افترضنا انك قطعت القطعيتين، وبعد ما قطعتهم طلعت القطعية مظبوطة على الرسمة بتاعتك، ولكن على الخشب مش مظبوطة زي كده، انا هنا بقول لك مفيش مشكلة خالص، ابدأ دبس. الفرق حتى لو كان اقل من كده او ازيد مفيهوش مشكلة، ابدأ دبس والدباسة هتمسكهم لك في بعض. وادي من الناحية التانية اهي. انت متخيل حتى لو المقاس القطعية مش مظبوطة، الدباسة هتقوم بدورها وهتكلبش لك الخشبتين في بعض من الناحيتين.